اخطر عقار على وجه الارض كان هينتشر في مصر. نقطة واحدة منه في العصير او اي سائل كفيلة انها تعزل روحك عن جسمك. هتبقى حاسس بكل حاجة وشايفها لكن مش قادر تتحرك. اما بقى لو خدت جرعتين كده انت لعبت في كمية مخ، والروابط العصبية في دماغك هتدخلك في عالم خيالي كأنك غرقت في اللاوعي بتاعك. GHB او مخدر الاغتصاب، العقار اللي كان هينتشر في مصر عن طريق المذيعة الشهيرة داليا فؤاد، وده بالتعاون مع تاجر مخدرات بلجيكي، لكن الشرطة قبضت عليهم في اللحظات الأخيرة. طب ليه ده أخطر مخدر في العالم وليه اتسمى مخدر اغتصاب؟ طب إيه هو تأثيره على البشر وخاصة البنات؟ وإيه هي أعراض إدمانه؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقة النهاردة من الخلاصة. من يومين اعلنت وزاره الداخليه القبض على واحد من العناصر الاجراميه كان بيحمل جنسيه اجنبيه ومعاه مذيعه مشهوره، كانوا مقيمين في فيلا في التجمع الخامس. التحريات اثبتت انه اشترى كميات كبيره من مخدر GHB من موقع الكتروني وحاول تهريبه لمصر جوه جراكن عليها ملصقات خاصه بشركات النظافه. الشرطه لقت جوه الفيلا اكتر من 180 لتر منه. انت عارف ان الكميه دي تقدر تقضي على شعب بحاله، لان المخدر ده بيتاخد بالنقطه او النقطتين وبيوصل سعر اللتر منه لاكتر من 800,000 جنيه. لكن بستر ربنا الشرطه قدرت تكتشف المخطط وتقبض على العصابه. طب نيجي للسؤال المهم، هو ايه مخدر GHB وليه سموه بمخدر الاغتصاب؟ بص يا سيدي، المخدر ده في الاساس كان دواء انتجوه في الستينيات عشان بيعالج حالات المرضى النوم العميق، لكن اكتشفوا ان اضراره اكتر بكتير من فوائده، عشان كده اتحرم صناعته او تداوله عالميا في التسعينات. واللي بينتج المخدر ده حاليا معامل غير مرخصه في المكسيك والبرازيل. الماده اللي في المخدر دي اصلا الجسم بينتجها بس بكميات قليله جدا ما تعديش الملي جرامات، بيفرزها المخ عشان يهيئ الجسم لوضع النوم والاسترخاء. الماده اللي في المخدر ملهاش ولا طعم ولا ريحه ولا لون، زي ما هتشوفوا كده في الجراكن اللي الامن مسكها، حاجه كده شبه الميه بالظبط، لكن الفرق هنا انه ملح شويه، بس لو حطيته في اي مشروب طعمه هيدوب وهيختفي. عشان كده اتسمى بمخدر اغتصاب، عشان بيحطوه في مشروبات البنات من غير ما ياخدوا بالهم، وفي اقل من لحظه الضحيه بتكون فقدت الوعي والادراك، ولا بيكون ليها تحكم او سيطره على جسمها، وبيستخدموا اجساد الضحايا من غير ما يقابلوا منهم اي اعاقه او مقاومه. الكارثه الاكبر بقى ايه؟ ان الضحيه لما بتفوق بيكون جالها فقدان مؤقت للذاكره، يعني هي نسيت كل حاجه حصلت وهي متخدره. طب النقطه منه، واللي هي بالمناسبه تعتبر جرعه كبيره، بتعمل ايه؟ النقطه منه بتخليك تفقد الاحساس لمده ساعات، ده بجانب فقدان للذاكره الحديثه، وبتحسسك بكم كبير من الاسترخاء للعضلات، وبتفقدك القدره بشكل كلي على التحكم في جسمك. من الاخر النقطه منه بتحولك وتخليك زيك زي الكرسي، حاجه جمال، مش حاسس باي حاجه. لكن الفرق هنا انك بتكون شايف وواعي باللي بيحصل، ولما بتفوق من الجرعه مش بتفتكر اللي حصل لك ولا انت عملت ايه ولا اتعمل فيك ايه. سعر اللتر لتاجر الجمله بيكون 800,000 جنيه، ايوه زي ما سمعت كده، اللتر مش الطن. وتجار التجزئه بيبيعوه في علب 10 او 20 مللي زي علب قطرات العيون كده. انا حكيت لك تاثير النقطه منه، ما بالك بقى تاثير لتر. اللتر ده تاثيره بيعادل القنبله النوويه ويمكن اكتر كمان. المشكله ان مفعوله سريع جدا، بيخلي الشخص ماشي على رجليه ومش حاسس باي حاجه، ولا هو مدرك رايح فين ولا متذكر اي حاجه. النقطه منه بتتحط في القهوه او العصير او اي سائل، المفعول بيشتغل بشكل سريع، البنات بتسحبه من ايديهم وممكن يتعمل فيهم كوارث، وده بيكون بدون اي مقاومه منها. هي مش عارفه ايه اللي بيحصل فيها، بل وان بعد انتهاء المفعول هي مش هتكون اصلا فاكره اللي حصل. ناس كتير من اللي معاها فلوس وتقدر على ثمنه بتشتريه عشان تعمل بيه فيديوهات على الديب ويب ويكسبوا من وراها ملايين الدولارات. ده غير انه بيستخدم في حالات من الاتجار بالاعضاء البشريه او الاتجار بالبشر ذات نفسهم. واللي ما يعرفش ايه هو الديب ويب فده يعتبر الجزء المخفي او الاسود من الانترنت. شويه بشر كده متجمعين ومعاهم فلوس، عندهم عقد نفسيه، عايزين يتفرجوا على اي فيديوهات فيها تعذيب او اغتصاب. كل ده للاسف بيحصل والضحيه مش بتكون حاسه. وده اللي حصل بالظبط في جريمه سفاح التجمع لو تفتكروها. وقتها ممثل الطب الشرعي اللي قدمها في المحكمه الشهاده بتاعته قال فيها ان ما كانش فيه اثر علاقه كامله مع الضحيه. بعدها لقوا على تليفون المدرس ده فيديوهات للتعذيب والتلذذ بالاغتصاب. في الفيديوهات واضح ان البنات ما كانتش بتقاوم، وبان على وشها حاله من البلاهه والتوهان، والمدرس بنفسه اعترف وقال ان حط لضحاياه المخدر ده. وبالمناسبه دي تبقى اول حاله اعتراف عن تداول المخدر ده جوه مصر. طيب في حالات الادمان، يعني الناس اللي بتاخد المخدر ده بارادتهم، بص مدمنين المخدر ده بياخدوا نقطه منه كل يوم بتحسسهم بسعاده خادعه، وده بسبب المواد اللي بيفرزها المخ بعد تعرضه للمخدر. طب المخدر ده بيتم انتاجه فين بالظبط؟ العقار بينتجوه العصابات بشكل غير قانوني جوه مختبرات سريه محليه، وبتكون اغلبها في المكسيك وفي البرازيل، وتصنيعها بيكون غير قانوني لانها مواد محرمه دوليا. لكن المتعارف عليه انه بيتباع في النايت كلاب او الحفلات، وجرعته بتتباع بالغطا او بالنقط، وبيكون سعرها ما بين 5 ل 25 دولار للغطا الواحد. طيب ايه هي اعراض ادمانه؟ بص يا سيدي، المخدر ده مش بس بيبوظ الصحه الجسديه للمدمن، لا ده كمان بيبوظ الصحه النفسيه معاها.
لانه بيلعب في كيمياء المخ، والمدمن بتظهر عليه اعراض زي القلق والتوتر من اقل الحاجات، ودايما مش بيعرف ينام، ممكن يقعد بالايام صاحي. والمدمن لو زود من نسبه الجرعه ممكن الحاله توصل معاه ان جسمه يبقى بيترعش وهو مش حاسس ولا حتى قادر يسيطر عليه، واحيانا بيخش في نوبه صرع. ده غير بقى الهلوسه والخرف اللي بيظهر على طريقتهم وهم بيتكلموا. المشكله في المخدر ده والكارثه ان اللي بيحاول يبطله ممكن يتوفى، وده لان الجسم اتعود خلاص على المواد بتاعته، ولو المريض حاول انه يوقف تعاطي ممكن اعضاء جسمه كلها تقع. ربنا يسترها على اهالينا واولادنا واخواتنا. الموضوع كل مدى صعوبته بتزيد. مخدر زي ده شبه الميه، ولا طعم ولا لون ولا ريحه، ومحدش بيعرف يميزه، لا بيظهر في تحليل الدم ولا البول لو عدى على 24 ساعه. لازم كلنا نوعي اهالينا واخواتنا وقرايبنا انهم ما ياخدوش حاجه من حد غريب، خاصه الاطفال، ننبه عليهم اكتر من مره عشان محدش يستغلهم. لو وصلت لنهايه الفيديو اكتب لنا في الكومنتات نصيحه نقدر بيها نحافظ على اولادنا واهالينا من تبعات المخدر ده، ولو عجبكم الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناه عشان توصلك الخلاصه. سلام.